عمري تبارك الرحمن ولا عمري ركبت ولا عمري حطيت اكستنشن ولا بواريك شعري الطبيعي من بعد الله سبحانه وتعالى 100%. شنو ناخذ شيوخة؟ أفضل شيء ناخذه وما له داعي ناخذ أي شيء بداله ثاني، البيوتين. هذا حبوب البيوتين 5000 هو أقوى شيء وأسرع شيء ينبت الشعر ويطوله ويحسن تركيبة الشعرة نفسها. هذا حبوب حق اللي ما يحبون حبوب، هذا نفسه بس حلاو على توت، ما يفتحون الشهية ولا يمتنون. هذا بالنسبة حق إن أبي أنبت الشعر شيوخة، أبي أطوله شيوخة، أبي أحسن التركيبة شيوخة. بيز بايوتين 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 بايوتين. شنو أفضل شيء شيوخة ناخذه حق تساقط الشعر؟ هو بيور جاميز حلاو. بيور جاميز اللي أنا خذيته شهر كامل برمضان، كل يوم كنت أخذ حلاوتين منه، اللي هو بيور جاميز. كل يوم كنت أخذ حلاوتين منه، لأن أنا شعري كان قبل شنو؟ كان كل ما أقعد بمكان ولا بسيارة أقوم لما وأنا قايمة ألاقي تحتي كومة من الشعر متساقط مني. من بعد الله سبحانه وتعالى ثم حلاو بيور جاميز، هذا حق تساقط الشعر، حق بنات وحق شباب، وما يفتح الشهية ولا يمتن. المنتجات اللي أحطها وأدخلها فيني ما تفتح الشهية ولا تمتن. بيور جاميز أقوى شيء حق تساقط الشعر، ما قاعد أخذ غيرهم، ما قاعد أخذ غيرهم. اوكي زين شيوخة، أظافرك تبارك الرحمن، أظافرك مركبة تركبين شيوخة؟ لا ما أركب ولا أحتاج إني أركب، لأن أظافري وايد وايد قوية أصلا. شنو أقوى شيء يقوي الأظافر ومن قوته يقوي المفاصل والعظام والركب؟ شنو هو؟ كولاجين برو هيرب. أي واحد شيوخة هذا. إيش معنى شيوخة؟ لأن في نوع كولاجين 1 و3 مدموجين بعض بواحد. تستعملين غيره شيوخة؟ ما استعمل غيره، ما استعمل. بس هذيلا شنو؟ هذيلا حبوب. حلو، حبوب تاكلون كل يوم حبة واحدة وشوفوا الفرق وادعوا لي على الفرق وبالعافية. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Good morning mommy, good morning baby, good morning دهب, good morning من مصر أم الدنيا. أغنية الحاج متولي مصر أم الدنيا. على العين على حسد. جود مورنينج يا روحي، بخرتكم يا بابا. انترس بيطلع بعد. هذه مشكلة العصب
السابع عندي للحين قاعدة أعالج فيه عند أم محمد. عانيت منه وايد وايد وايد، لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل مالي هو أهم شيء التأني، الصبر بالموضوع. كل ما نصبر بإذن الله راح نوصل إلى راح أطيح. حسيت تحرشتي فيها. أنا تحرشت فيها. بسم الله. هذا كله من العصب كله. كم؟ حق اللي يسألني شيوخ أقول لي موضوعك مع العصب السابع. العصب السابع حتى لما يتعالج للأسف العصب السابع شيء أوفر حساس. شنو يعني هو مو عبارة عن داء يلا تاخذينه بيلز حبة الله أنا صرت زينة. حتى الهواء البارد يأثر فيه، ممكن يخليك تنتكسين. متابعة بالعلاج. وتدرون أنا مغامراتي ما تخلص، فيعني الله يحفظ. وشنو صار وياك وشنو القصة إن أنا قلت لكم بديت أعاني من العصب السابع اللي صار فيني من 1.5 سنة. رحت حق كذا دكتور، تعبت عانيت، بس أنا من النوع اللي ما يبين كلش إن أنا تعبانة ولا ما أبين، بس بيني وبين نفسي. فالله يبارك لها أم محمد لما لقيتها تعالجت وياها. شوفها من الحين قاعد يطلع إنزين، بس ما قاعد يمسك صح من الشعر. تبارك الشعر لازم كله أتم ماسك يعني ما شاء الله. فالعصب السابع للأسف على الدائرة عسل. حلو. أقول لهم شيطان يرقم بي. بسوي تشيز كيك على راسي. شنو؟ تشيز كيك. صورين. أنا قاعد أصور أصلاً. ترى ما أدري أنا مركزة عليك. عادي يا قلبي عادي، توكلي على الله حبيبتي. وقولي أذكارك وكل شيء. قاعدة أقرأ أنا. قاعد تشوفون هذا كله قاعد يطلع من راسي. يطبخ. شوفوا هذا تعب العصب السابع اللي عندي. هذا التعب اللي ذابحني صار له 1.5 سنة. بس أنا نوعي ما أبين هالشي قدام أحد كلش. ها شوفوا هل يعني بذمتكم يعني الحمد لله صارت ضب. انت قاعد تشوفين قاعد يطلع ايش كثير. هذه المرة الثانية. يعني هو الحمد لله على كل حال. بس هذه مشكلتي مع العصب السابع اللي ما حد يدري عنها ايش كثر انا كنت قاعده اعاني. شفت والهواء اللي قاعد يبقبق هني طالع من راسي، يبقبق فقاعات ويبقبق. وهني هذه ثاني مرة، تو قبل 10 دقائق مسوين والحين ثاني مرة نسوي. شوفوا وانترست شنو أول مرة قاعد أسوي وايد. محمد يعني أعيدها يعني هذه ثاني مرة يطلع دم واجد. الحمد لله عادي راضين كل شيء الحمد لله. بس حق الناس اللي عبالهم إنه ما فيها شيء ومستانسة، الحمد لله مستانسة. واحد يشرط وجهه ما في شيء. ما أدري. هاي ثاني مرة الثانية. شني أول مرة جيت لك، ما كني تو قبل 10 دقائق مسوية. أي صح وايد. في ماي قاعد يطلع تشوفين يعني. هذه مرة ثانية يعني، هذه مو توني جيت لها وسوت لي وصار لي مثلا 2-3 أشهر، لا توني قبل 10 دقائق مسوية وطلع. وهذه ثاني مرة الحين اللي أنا ماسكتها ثاني مرة. يعني أنا ما أدري شنو أقول صدق والله العظيم. محمد شنو أقول؟ أنت قولي لي شنو أقول. يا حياتي الله يحفظك. شنو أقول؟ الحمد لله أنت على طول بس تقولي الحمد لله. الحمد لله. احتسب الأجر. شو تسوين بعد؟ أنا والله العظيم مو فاهم اللي قاعد يصير قسما بالله. أوكي شوفوا هو هذيلا علاجي هني اللي راح أحطهم الحين. شنو تجميلي؟ شلون تجميلي شيوخة؟ تجميلي يعني جو لاين محدد تكساس، بس بدون فيلر ولا سوالف. هذا راح أطيح قاعد ترخي فيك هو. اي بدون فيلر ولا عيادات ولا بطيخ ولا مطيخ.
حجامة إذا ما ضرتك سوري، إذا ما نفعتك ما ضرك، يعني الحمد لله. الحجامة مذكورة بالسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليها. صح وصى عليها من ناحية العلاجية والصحية، لكن ما يضر إذا كان الشيء مو مضر حقك إنه يكون تجميلي. والله جميل يحب الجمال. صح دكتور؟ صح. انتي كلك حلا ترى والله ما يحتاج. حتى أنا قايلة عمري لك انتي ما شاء الله، شوفي شلون محدد. ما زيادة يحتاج الخير خيرين كلش. دكتورة، زيادة الخير خيرين. يلا يلا نسوي الثاني. خلاص شوي ها. تنظيف. اوكي هذا صحي. وردي صار يطلع الدم كان وردي. اللي شوي. شوفي يا وردي كذي احنا ارتحتي الحين خلاص. فرق يعني قسم بالله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الوي تحدد شلون، قاعد تشوفون تبارك الرحمن. اوكي هذيلا اللي هني واللي هني كانوا علاجي علشان العصب السابع. اوكي حلو، لكن هذا وهذا صراحة مو علاجي، يعني صراحة تجميلي. ليش؟ لأن هذيلا يحددون الوي، يطلعون طبعا الدم والفاسد كل شيء، بس يحددون الوي ويعطونكم الجو لاين التكساس. فهمتوا؟ طريقة جميلة طبيعية ملحوظة، بس طبيعية وتهبل. صح محمد يعطيش العافية. اليوم ضغط على محمد، ضغط. ودي اوريكم بس اسكيوز مي محمد، مالكم شغل بالستبر مالي؟ شوفوا هذا كله اليوم. بالعدو ولا فيك يا روحي، قلب روحك وقلب شيوخة وحبايب عين شيوخة. ومحمد ايش كثر احبهم انا. تموتين عليهم، أموت عليهم. تعطينهم من قلب والله. حلاو البيوتين هو أقوى شيء ينبت الشعر ويطوله بسرعة صاروخية، حبة واحدة كل يوم. وهذا اللي أنا أموت عليه، اللي هو حق تساقط الشعر وحق كثافة الشعر، اللي أنا خذيته شخصيا بيور قميص. كل يوم أخذ حلاوتين فقط لا غير، كل يوم حلاوتين. كثافة الشعر وتساقط الشعر. الله ثم هذا شنو هذا شيوخة؟ هذا برو كولاجين. شنو المميز ببرو كولاجين شيوخة؟ المميز فيه إنه هو الوحيد بالكويت الجامع بين نوع 1 و3. كولاجين 1 يعني نوع 1، نوع كولاجين 1 ونوع كولاجين 3. كولاجين 1 شنو يعطينا؟ يعطينا برو كولاجين، أقوى كولاجين ممكن تاخذونه حق الأظافر والمفاصل والعظام والركب والبشرة والشعر. بس تأثيره على قوة الأظافر والمفاصل والعظام والركب شيء خيالي حق النساء والرجال، وهما جدا جدا مفيد يا ليلي حق المرضعات بعد الولادة. راح يكون جدا مفيد حقك بإذن الله. حبة واحدة كل يوم فقط لا غير، وبتشوفين النتائج. اوكي شهد. قرص خل التفاح اللي هو سليم بلس شنو يسوي؟ اول شيء قبل اقول لك طريقته، شنو يسوي؟ يزيد قدرة الجسم على حرق الدهون اكثر، يسد الشهية، يحتوي على مادة الانيولين اللي تساعد في حل مشاكل المعدة والقولون، واخر شيء ديتوكس كامل للجسم. شلون تستعملونه؟ تاخذون قرص واحد نفس فيتامين سي، شلون الفوار، قرص واحد من هذيلا 4 قرص. تاخذون قرص واحد، تجيبون ماي، تحطون يعني يكون القلاص فيه ماي، تقطون الفوار، يتحلل الفوار، وبس عليكم بالعافية وتشربونه. لكن مفعوله خيالي، أموت عليه من السنة اللي فاتت وأنا أتكلم فيه. وايد قوي، وايد يعني من أسهل الأشياء اللي تقدرين تسوينها. على فكرة طعمه مستساغ، مو مر أوفر وكذي، لا مستساغ جدا.